إنه النادي الأهلي يا سادة مفرحنا ومفرح جماهيره. إيه العظمة دي؟ إيه الحلاوة دي؟ هو الزمالك انسحب ولكن في الدوري ده احنا لازم ندي قضية لأي حد. فجالنا بيراميدز وما انسحبش، خد القضية من قفشة. مباراة حلوة. طبعا التحكيم حاجة سيئة، يعني ايه يا جماعة ده؟ ايه يا جماعة ده؟ مش ممكن. انا بالنسبه لي التحكيم حاجه سيئه جدا جدا جدا، ولكن اللي عايزه ربنا بيكون. ربنا عايز الاهلي يفوز. خلاص، نزل قفشه في اخر 8 دقائق 9 دقائق 10 دقائق، لو حسيت الوقت بدل ضايع كمان عليهم. فيعني خلاص اخر ربع ساعه من المباراه نزل قفشه علشان يمارس هوايته ويحرز القضيه. الزمالك انسحب من المباراه، طب جالنا بيراميدز خد القضيه. نصيحه لبيراميدز، الموسم اللي جاي انسحب، او اقول لك المباراه اللي جايه، المباراه اللي جايه انسحب وما تجيش يا بيراميدز. الف مليون مبروك للنادي الاهلي. وعايز اقول لكولر خلي بالك، خلي بالك، مش كل ماتش كده يا عم كولر انت عمال تتخبط على الخط مننا وانا خايف عليك. احنا لسه فاضل لنا بتاع 10 مباريات في الدوري، فخلي بالك اما تلاقي اللعيبه جايه عليك اطلع اجري، اطلع اجري بسرعه يا عم كولر. فالف مليون مبروك للنادي الاهلي. اهداف ولا اروع. حسين الشحات لم الاتنين مع بعض هوبا وقام جاب ضربه الجزاء، حاجه ولا اروع. في لقطه مهمه جدا 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 عايز اتكلم عليها سريعا كده، ولكن هي محتاجه نقف عندها كتير قوي. لقطه حسين الشحات اما فاز برجل المباراه وراح للمدرجات، معاه جايزه رجل المباراه جنب صوره احمد رفعت، وقعد يشاور على صوره احمد رفعت. زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت، لعيبه الاهلي متاثرين جدا 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 بوفاه احمد رفعت. وهو مين ما يتاثرش بوفاه اللاعب احمد رفعت؟ ربنا يرحمه ويصبر اهله يا رب. ولكن الدوري ده باذن الله باذن الله باذن الله للنادي الاهلي. نتمنى دايما الفرحه للاهلي ودايما الفرحه للجماهير الاهلاويه. اشوفكم دايما بافضل صحه وافضل حال. استنونا ان شاء الله. شكرا لكم. سلام عليكم.